بص، اولا مبدئيا لازم اعمل خطه امنيه ان انا اخلق الاعتصام ده. تاخد القرار ده؟ لا طبعا هاخد القرار، مش تتردد فيه؟ لا مفيش تردد. تاخد قرار لو قال لك الامن ان مفيش حل لازم نخش نفض، ولازم اعلن توافق طبعا. لازم اعلن كمان غربيا ودوليا ان في كمان حجيه قانونيه، في قرار من النيابه، وفي ناس جوه مطلوب القبض عليهم. صحيح. كمان الاعتصام المسلح. اعتصام رابعه والنهضه ده عباره عن مركز لتصدير الغزوات في مصر. تطلع الغاره على حلوان على مديريه الامن، وبعدين ما هو هيروحوا فين؟ ما هو هيتمسكوا راجعين جوه متامنين. وفي نفس الوقت ان الاخوان بيحتموا بالغلابه اللي بياخدوا 200 جنيه. دكتور بعيد الحقيقه يعني انا يعني من الناس اللي كنت قريبين منه جدا، بقول له على الاقل لازم تتحمل مسؤوليه قرارك اللي انت عملته، وبدل ما تطلع تصريحات انت مطالب امام الشعب المصري انك تقول اسباب انسحابك او استقالتك. وما هي، اكرر بقى في كل مره بقول الكلام ده، ما هي الحلول السياسيه التي كنت ترتضيها لفض روعه؟